السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الغاليين وعيلتي الكبيرة. وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت. النهاردة جاية وجايبالكم قصة اتبعتت لنا على صفحة القناة. بس قبل ما نحكي قصتنا زي ما تعودنا نصلي على أشرف الخلق رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا شفيعي يا رسول الله. وما ننساش ندوس على اللايك لأنه بيفرق جدا في القناة، ونفعل الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد بننزله. وقبل ما أحكي لكم حكايتي أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي رؤية وعندي 35 سنة، متجوزة وعايشة ببيت عيلة. وفي يوم من الأيام صحيت على صوت حماتي وسلفتي في الصالة عندي، وقالت لها: شفت يا بنت شقتها عاملة ازاي؟ طول عمرها مهتمية بشقتها قوي، مش زيك كل ما اطلع الشقة الاقيها مكركبة وعلى بعضها. ليها حق طبعا يا حماتي، شقتها تكون نظيفة ومترتبة كده، ما هي مش عندها ولا عيل يبهدل لها الحاجة ولا بنت تشيل الحاجة من مكانها. طيب يا اختي انا ما باخدش منك غير الكلام وبس، امال فين اخواتك عشان يشيلوا العفش ده؟ وانا خرجت على بره على طول وقلت لها: صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا نجوى. عفش ايه يا حماتي اللي انت عايزة تشيليه دلوقتي؟ عفش شقتك انت يا عينيا. انت ليه تقعدي في الشقة الكبيرة دي؟ انت من هنا ورايح هتقعدي عندي في الشقة اللي تحت. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده يا حماتي؟ وبعدين محمود جوزي موافق على اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه طبعا يا عينيا، كلمته وموافق. وبعدين هو يقدر يقولي لا على اي حاجة ولا ايه؟ معلش بقى يا رؤية يا حبيبتي، اصل انتي عارفة ان انا عندي 5 عيال في وش العدو، والشقة بقت صغيرة قوي علينا. يعني انا لما بدل شقتي بشقتك شقتك هتكون واسعة؟ ما المساحة هنا هي نفس المساحة هنا. لا يا حبيبتي، اصل انتي فاهمة غلط. انا هفتح الحيطة اللي هناك دي اللي ما بين شقتي وشقتك، وهاخد الشقتين على بعض وافتحهم كده على بعض، وانتي بقى هتنزلي تقعدي تحت في شقة حماتي. لا يا حماتي، انا مش موافقة على الكلام اللي انت بتقولي عليه ده، وانا ليا كلام تاني مع محمود بس لما يرجع من بره. يا اختي ده انت تحمدي ربنا وتبوسي ايديكي وش وظهر ان احنا سايبينك اصلا على ذمته لحد دلوقتي، وابني مش راضي يتجوز عليكي. انا نفسي افهم هو عمل في حياته ايه عشان يقع في واحدة زيك ما بتخلفش؟ جرى ايه يا حماتي؟ محمود راجل وسيد الرجالة وقادر من بكرة يتجوز ويخلف كمان. وبعدين لو هي واحدة أصيلة بجد كانت تروح تجيب له العروسة بنفسها. مش انتي عايزة تجوزي جوزي يا حماتي؟ انا هسيبلك الشقة وهسيبلك الدنيا بحالها وهمشي، وابقي جوزيه بقى براحتك. وانا سبتهم ودخلت لميت هدومي ورحت على بيت ماما وبابا، وفتحت لي حنان اختي وقالت لي: ايه ده رؤية؟ ايه اللي جابك في الوقت المتأخر زي ده؟ وايه الشنطة اللي معاكي دي؟ سبت شقة جوزي لان حماتي كل شوية بتعايرني ان انا ما بخلفش. وانت ناوية تقعدي فين بقى ان شاء الله؟ ما انت عارفة ان انا بايعة شقتي وبقالي كام شهر قاعدة هنا في شقة ابوكي بالعيال. ما تخافيش قوي كده يا حنان، انا هقعد هنا فترة بسيطة وبعد كده هشوف لي شقة واقعد فيها. سامحيني يا رؤية يا حبيبتي، انا مش معاكي في الكلام اللي انت بتقوليه ده. الست برضو ملهاش غير بيت جوزها. انت مش حاسة بيا يا حنان؟ لو تعرفي حماتي وسلفتي بتعمل فيا ايه عشان خاطر الخلفة، بيتريقوا عليا ليل ونهار وبيعاملوني وحش. ده غير ان هم عايزين ياخدوا شقتي ويخلوني اقعد عند حماتي في شقتها. يا اختي احمدي ربنا ان حماتك هتقعدك معاها في نفس الشقة. ده انا يوم ما رحت قلت لحماتي كده فتحت حسها عليا قد كده وقالت لي شقتي صغيرة وما فيهاش مكان ليكم. بقولك ايه يا حنان، انا مش قادرة اتكلم في اي حاجة دلوقتي. الله، امال بابا وماما فين؟ راحوا عند عمك يا حبيبتي، اصله تعبان شوية. يلا ادخلي ريحي جوه في الأوضة شوية.
وانا سبتها ودخلت على الأوضة، وخرج جوزها علي من جوه وقال: الله، هي اختك ايه اللي جابها هنا؟ مش بعادة يعني تيجي وتبات عند امك، دي جاية وناوية تقعد هنا على طول. قولي يا علي هنعمل ايه؟ انا لازم امشيها من هنا بسرعة، ده انا خلاص قربت اقنع بابا يكتب لي الشقة دي باسمي. انا مش عارف حظنا عامل كده ليه، حبكت يعني تيجي دلوقتي، مش قادرة تصبر شوية. ومن قالك بس ان انا هسكت على الموضوع ده؟ انا عارفة كويس قوي همشيها من الشقة ازاي. كان غيرك اشطر، انتي عارفة ان ابوكي بيحبها قد ايه، وعمره ما هيقبل كلمة عليها ابدا. بس ابويا بيحب عيالي انا اكتر، وانت بقى هتشوف انا ولا هي اللي هتكسب. واول ما جه الليل بابا رجع من بره، وانا خرجت وحكيت له على كل اللي حصل معايا، وبابا اتعصب جدا وقال: جرى ايه؟ هما فاكرين ان انتي مالكيش اهل ولا ايه؟ انتي تيجي وتقعدي هنا معززة مكرمة وسيبك منهم خالص. جرى ايه يا بابا؟ ده بدل ما تهديها وتعقلها وتخليها ترجع بيت جوزها، حتى لو قعدت عندك واتطلقت، مين هيوافق يتجوز رؤية وهو عارف ومتأكد انها ملهاش في الخلفة؟ اخرسي خالص يا حنان، انا مش عايزة اسمع لك صوت. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقولي ده؟ انا نفسي افهم يا بابا، انت ليه ما بتطقش مني ولا كلمة عليها؟ والله يا بابا انا مش قصدي. قصدك بقى ولا مش قصدك؟ خلاص الموضوع انتهى. طيب تقدر تقولي بقى يا سي بابا احنا هنبات ازاي في الشقة دي، والشقة كلها على بعضها 3 اوض وصالة، انت وماما في اوضة وانا وجوزي في اوضة والعيال في اوضة. مالكيش انت دعوة يا حنان، الصالة كبيرة، انا هحط سرير في الصالة وانا وامك هننام هنا. معلش حقك عليا يا بابا، انا مقصودش الخبط لك حياتك بالشكل ده. وبابا قرب مني وخدني في حضنه وقال لي: عيب تقولي كده يا قلب ابوكي، البيت ده بيتك بالظبط زي اختك بالتمام، ادخلي يلا ريحي في اوضتك، وانا مش عايزك تشيلي هم اي حاجة. وانا سبتهم ودخلت على اوضتي على طول، وحنان قربت من بابا وقالت له: بابا حبيبي، عملتلي ايه في الموضوع اللي قلتلك عليه؟ مش انت وعدتني ان احنا هنروح الشهر العقاري الاسبوع الجاي؟ معلش يا حنان يا بنتي سامحيني، انا كنت موافق في الاول ان انا اكتبلك الشقة دي باسمك، عشان كنت عارف ان محمود جوز اختي كويس، لكن بعد كل اللي حصل ده انا مش هقدر اعمل كده ابدا. طيب انا ذنبي ايه يا بابا؟ قولي اعمل ايه انا وعيالي دلوقتي؟ اسمعيني كويس يا حنان، دي مسؤولية جوزك، المفروض يجيبلك شقة يقعدك فيها. انا كنت هغلط غلطة كبيرة، وكنت هظلم اختك ان انا اكتبلك الشقة وما ادهاش نصيبها فيها. وحنان اللي قعدت تكلم نفسها وتقول: طول عمرها كده لازم تاخد مني كل حاجة. وحنان سابت بابا ودخلت على الأوضة على طول، وعلي كان نايم على السرير وقال لها: يعني انتي فاكرة ان ابوكي هينصفك على اختك ولا ايه؟ ابوكي عمره ما حبك في يوم من الايام. بقولك ايه يا علي، الموضوع مش ناقصك خالص، انا مش عايزة اسمع منك اي كلام، لاني لازم افكر هعمل ايه في الموضوع ده. وفي شقتي محمود دخل لقى امه قاعدة وبتعيط، ومحمود قرب منها وقال: ايه ده يا ماما؟ انتي هنا بتعملي ايه؟ انتي بتعيطي ليه كده يا حبيبتي؟ والله يا ابني انا ما عملتش اي حاجة في مراتك، هي اللي فضلت تتلككلي حتى اسأل مرات اخوك هي مين دي يا ماما وعملت كده ليه. يا ريت تفهميني الموضوع من اوله لاخره. مراتك يا قلب امك كلمتها في الموضوع اللي قلتلك عليه، وطلعت فيا وفضلت تزعقلي وقالت لي: هو انتوا فاكرين الخدامة اللي جايالكم هنا ولا ايه؟ ولو محمود كان موافق على الكلام ده حسابه معايا انا بعدين. وانا يا ابني مرضتش بكلمتها دي ابدا، وسألتها وقلت لها: يعني ايه يا بنتي حسابه معاكي بعدين؟ قالت لي: بقولك ايه يا ست انتي، اركني كده على جنب وانا رايحة على بيت ابويا، ولما ابنك يجي نبقى نتكلم. طيب يا ماما اللي خلاكي تتكلمي معاها في الموضوع ده
مش انا قلتلك انا هتصرف فيه؟ يا حبيبي عيال اخوك بيناموا على الارض والله صعبانين عليا قوي، وانا شايفاك ما بتتكلمش معاها في اي حاجة. على العموم يا ابني حقك عليا، انا مش عايزاك تزعل مني في اي حاجة، ولو عاوزني اروح واصالحها بنفسي هعمل كده على طول. لا طبعا يا ماما، انا عمري مرضى بالكلام اللي انتي بتقولي عليه ده. على العموم انا هتصرف. كتر خيرك يا حبيبي، انا عارفة ان انت طول عمرك بتحبني. وحماتي خدت بعضها ونزلت على تحت على طول، ومحمود فضل يتصل بيا بس انا ما كنتش برد عليه خالص. وتاني يوم صحيت من النوم وما لقيتش اي حد في شقة بابا، ولقيت ابن اختي عمال يعيط، وانا اخدته وقعدت في الصالة، وبعدها سبته وقمت اعمل له الرضعة، وخرجت على صوت اختي وهي بتزعق وبتقول يا حبيبي يا ابني ايه اللي وقعك على الارض كده؟ وانا خرجت لقيت الولد واقع على الارض، وقلت لها والله يا حنان انا كنت سايباه نايم على الكنبه، ايه اللي وقعه كده؟ نهارك النهارده مش معدي معايا يا رؤية، انت عارفه لو ابني جراله اي حاجه ما تعرفيش انا هعمل فيكي ايه. وجريت انا وراها على طول على المستشفى، وكانت حنان واقفه مع الدكتور، والدكتور قال يا مدام ابنك كويس جدا ومفهوش اي حاجه، انت ليه عايزاني اقول كلام غير كده؟ أرجوك يا دكتور أنا عايزة أحافظ على ابني، يا ريت تقولي الوقعة دي أثرت على دماغه. أنا فعلا مش فاهم منك أي حاجة يا مدام. بصراحة كده بقى يا دكتور ابني وقع بفعل فاعل، بس أرجوك تعمل اللي بقولك عليه عشان محدش يعمل فيه حاجة تاني. أبوس إيديك يا دكتور تعمل كده. وفي الوقت ده أنا كنت واقفة أنا وبابا برا، وعلي دخل علينا وقال حرام عليك يا شيخة ليه تعملي كده في عيل صغير؟ انتي عارفة لو ابني جراله أي حاجة مش هيحصل لك كويس أبدا. اهدى يا علي وبلاش كلامك اللي ملهوش أي لازمة ده. انت عارف كويس قوي رؤية بتحب عيالك قد ايه، وأكيد يعني مش هيكون قصدها تعمل حاجة زي كده. الله أعلم بقى يا حماية. وفي الوقت ده خرج الدكتور من جوه وقال للأسف يا جماعة الوقعة كانت جامدة جدا على دماغه ومش هينفع يخرج النهاردة من المستشفى. أرجوك يا دكتور أنا عايزك تهتم بالموضوع ده جدا، أنا ممكن أنقله على أكبر مستشفى. ادعي بس الكام ساعة الجايين يعدوا على خير. وبابا بصلي وقال لي معقولة أنت اللي تعملي كده يا رؤية؟ وسابوني ودخلوا عشان يطمنوا على الولد، وانا خدت بعضي ورحت على شقتي على طول، وجيت افتح الباب لقيت الكالون اتغير، ومحمود بعدها فتح لي الباب وقال لي انت ايه اللي جابك يا رؤية؟ مش انت ماشية بمزاجك؟ راجعة بمزاجك ليه؟ انا موافقة يا محمود اقعد تحت في شقة حماتي. وايه بقى اللي خلاك تغيري رأيك دلوقتي؟ مش انتي برضو كنت رافضة الموضوع ده ومشيتي وقلت ان انتي رايحة على بيت اهلك؟ انا بحبك قوي يا محمود ومش هقدر اعيش من غيرك ابدا، ولو سمحت دخلني شقتي. وفجأة لقيت حماتي دخلت علينا وقالت وانا موافقة يا حبيبتي تدخلي الشقة بس بشرط واحد، ابني من حقه يكون عنده عيل وانا بقى هخليه يتجوز. انت موافق على كلام امك ده يا محمود؟ يعني انت ممكن تتجوز عليا؟ وحماتي اللي بصت لي وقالت لي يا ريت تخلي كلامك معايا انا يا حبيبتي وملكيش دعوه بمحمود خالص. ها قلت ايه؟ هتقعدي معايا في الشقه اللي تحت ومحمود يتجوز؟ اللي يعوزه محمود انا موافقه عليه على طول. وانا كنت فاكره ان محمود هيقول لا مش هتجوز عليكي، بس سابني ودخل على جوه. وتاني يوم لقيت حماتي داخله الاوضه وبتقولي انزلي بقى يا حبيبتي عشان تجهزي الغدا، اصل خطيبه محمود جايه النهارده عشان تقعد معاه. ده انت مرتبه للموضوع بقى يا حماتي ومجهزه له من بدري قوي. طبعا يا عينيا، مش ابني حبيبي ولازم اخاف على مصلحته. يلا بطلي رغي كتير وانزلي على تحت اعملي اللي قلتلك عليه. وانا سبتها ونزلت وكنت عمالة اعيط، ولقيت حماتي دخلت لي المطبخ وقالت لي يلا بقى يا رؤية تعالي شوفي العروسة. انا مش عايزة اشوف اي حد يا حماتي،
ليه بقى؟ ان شاء الله لازم تشوف اللي هتعيش مع جوزك. يلا تعالي معايا. وانا خرجت مع حماتي على بره، وكانت اكبر صدمة ليا لما لقيت هناء بنت خالتي قاعدة مع حماتي، وحماتي قالت هناء عروسة محمود. وانا اتصدمت وقلت معقولة؟ بقى انت يا هناء جاية تتجوزي جوزي؟ ليه؟ انا عملت فيكي ايه؟ اصل انا يا حبيبتي عرفت ان هي ملهاش نصيب في الجوازة الاولى، ورحت خطبتها لابني على طول. هو انا ليه مليش نصيب في اي حاجة كده؟ بجد حرام عليكم اللي بيحصل فيا ده. وانا سبتهم ومشيت على بره. ومحمود قال ما كانش وقته الكلام ده برضو يا ماما، كنت على الاقل اصبري شوية، انت عارفة ان ابوها بيحبها قوي واكيد يعني مش هيسيبها. اخصى عليك يا محمود، بقى انا رضيت اعمل كده ببنت خالتي عشان اكون قريبة منك، وفي الاخر انت اللي بتقول كده برضو. انا مش عايزاك تقلق عليها قوي كده، هي اصلا مش هتقدر تروح شقة ابوها تاني، انا مظبطة الدنيا كلها مع اختها. وهناء اللي قامت ووقفت وقالت انا ماشية بقى يا حماتي، اقصد يعني يا طنط لان شكل ابنك كده مش حابب ان احنا نكون مع بعض. اخصى عليك يا محمود، بقى في حد برضو يزعل القمر ده؟ روح صالحها يا حبيبي. ومحمود قرب منها وقال حقك عليا يا حبيبتي، ما تزعليش انا اسف. وانا في الوقت ده كنت ماشية في الشارع وما كنتش عارفة اروح فين، وكنت عمالة اعيط، ولقيت واحدة جت من ورايا وقعدت تنادي عليا وقالت لي جرى ايه يا بنتي؟ عمالة نادي عليكي من الصبح وانتي ما بترديش عليا، عاملة ايه؟ وحشتيني قوي. ايه ده؟ ناهد ازيك؟ عاملة ايه؟ معلش حقك عليا، ما خدتش بالي منك خالص، انت وحشاني قوي يا ناهد. مالك يا حبيبتي؟ انت معيطه كده ليه؟ بقولك ايه، انا ساكنه قريب من هنا، تعالي معايا. يا ريت والله يا ناهد، ما تعرفيش انا متضايقه قد ايه ومحتاجه اتكلم مع اي حد. وناهد خدتني ورحت على بيتها على طول، وحكيت لها على كل اللي حصل معايا، وقالت لي انا بجد مش فاهمة، هو احنا ليه ملناش نصيب في اي حاجة كده؟ محدش مرتاح في حياته، كل باب مقفول في اللي مكفيه. ليه بتقولي كده يا ناهد؟ مش المفروض برضو ان انت اتجوزتي حسام زميلنا اللي كان في الجامعة؟ ايوه، بس للأسف اتجوزته من ورا اهلي واهله، لان ما كانش فيه اي حد موافق على الجوازة دي، وانا حامل دلوقتي وهو سافر بره، وبصراحة بخاف انزل الشارع لحسن اي حد يشوفني. طيب انت ليه ما سافرتيش معاه بره يا ناهد طالما انت مش مرتاحة هنا؟ ما انت عارفة الظروف عاملة ازاي يا رؤية، وبصراحة كده بقى الفلوس مكفياه هناك بالعافية. المهم بقى يا حبيبتي قوليلي ناوية تعملي ايه؟ والله يا نهد انا مش عارفه اعمل ايه، بس انا بفكر اخد شقه عشان اقعد فيها. طيب بقولك ايه يا رؤية، ما تقعدي معايا هنا في الشقه، مفيش اي حد بيجيلي هنا خالص، وبصراحه انا بقيت متضايقه من قعدتي لوحدي، وبصراحه بقى خايفه اولد في اي وقت وانا لوحدي وما يكونش حد جنبي. يا حبيبتي ربنا يكملك حملك على خير، وانا هقعد معاكي هنا يا ناهد، ومش هخليكي تشيلي النسمة من على الارض. يا حبيبتي يا رؤية ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. وفي الوقت ده حماتي كانت قاعدة مع محمود وقالت له بقولك ايه يا حبيبي، انا كلمت اهل خطيبتك واتفقنا ان الفرح هيكون الاسبوع الجاي. يا ماما ما كنت تصبري شوية لحد ما اعرف رؤية راحت فين؟ رؤية مين يا ابو رؤية؟ وانا مالي بيها يا حبيبي؟ ما تنسيش برضو يا ماما ان هي في الاول وفي الاخر تبقى مراتي، وانا عملت كل اللي انتي عايزاه. وفجأة حماتي مسكت قلبها وقالت يا قلبي، كنت عارفة ان انت هتعمل كده، حرام عليك يا ابني، ده اخوك يحيى عنده العيال دي كلها وانت يا عيني عليك ما عندكش حتة عيل واحد. ومحمود اللي قرب منها وقال طيب اهدي يا ماما، هو الدواء فين يا حبيبتي؟ مالكش دعوة بيا، ما انت لو بتخاف عليا صحيح عمرك ما تقول كده ابدا. حقك عليا يا ست الكل، والله هعملك كل اللي انت عايزاه، بس اهم حاجة ما تزعليش نفسك بس.
لا مش زعلانة منك يا قلب امك، طالما هتعملي كل اللي انا عايزاه يبقى خلاص. وفي شقة هناء دخلت امها عليها وقالت: ممكن اعرف ايه اللي انت عايزة تعمليه ده يا هانم؟ بقى عايزة تتجوزي محمود جوز رؤية؟ لا يا ماما، مش عايزاكي تخافي عليا يا حبيبتي ولا حتى تزعلي نفسك. انا هخليه يطلقها ومش هخليها على ذمته لحظة واحدة. اخاف عليكي ده ايه؟ ده انا خاف على الدنيا كلها منك يا هناء. يا ريت تبعدي عن محمود وملكيش دعوة بيه. جرى ايه يا ست ماما؟ هو انت بتحبي رؤية اكتر مني ولا ايه؟ ده انا برضو بنتك. انت ناسية وقفة رؤية معانا وكانت عارفة انت اتطلقتي ليه يا ست هانم؟ عارفة ومتأكدة كويس اوي يا ماما. وحسين اللي كنت متجوزاه خلاص سافر، يعني لو راحت قالت اي حاجة لمحمود هيطلعها كدابة وهيلبسها مصيبة. بجد مش عارفة انت ازاي كده، بس العيب عليا انا. المفروض لما عرفت اللي حصل زمان كنت ارتحت منك. وبدأت ام هنا تفتكر كل اللي حصل زمان. ام هنا كانت واقفة في المطبخ وفجأة الباب خبط عليها، ولما فتحت دخلت هنا وهي عمالة تعيط. ازيك يا ماما؟ عاملة ايه؟ هي رؤية جت ولا لسه؟ لا ما جاتش، والا هيجيب رؤية عندنا دلوقتي. وانتي مالك يا بنتي؟ شكلك عامل كده ليه؟ اتخانقتي انتي وجوزك تاني؟ انا في مشكلة كبيرة قوي يا ماما. وفجأة الباب خبط، ولما فتحت خالتي انا كنت واقفة قدامها وقلت: في ايه يا هنا؟ جايباني بسرعة كده ليه؟ ومالك يا حبيبتي؟ شكلك عامل كده ليه؟ ارجوك يا رؤية، انا واقعة في مشكلة كبيرة ومحدش هيقدر يخرجني منها غيرك انتي وبس. انا كنت قاعدة مع احمد زميلنا فاكراه، وهند اخت جوزي شافتني واكيد دلوقتي هتروح تقول لجوزي. يا نهارك مش فايت، والا قعدك يا بنت انتي مع الواد ده ان شاء الله. ارجوك يا ماما تسكتي انتي خالص. انا قلت لهند ان انا كنت قاعدة معاه بيحللي مشكلة. طيب وانا مالي يا هنا؟ بتدخليني في الموضوع ده ليه؟ لا طبعا انا مش موافقة على الكلام ده. ارجوك يا رؤية، انت ما تعرفيش جوزي لو عرف الموضوع ده ممكن يطلقني فيها وبيتي يتخرب. ولو راح قال الكلام ده لجوزي هيطلقني انا فيها. وانا وعدك والله يا رؤية عمري ما هخليه يروح يقول اي حاجة لجوزك، بس ارجوكي تعملي كده. لا طبعا مش موافقة يا هنا. ما تتكلمي يا خالتي وتردي على كلام بنتك. سيبك منها دلوقتي يا رؤية وروحي شوفي بيتك وحياتك يا بنتي، واللي غلط هو اللي هيتحاسب. ودخل علينا حسين وقال: كويس اوي ان انا لقيتك هنا يا هنا. ممكن اعرف انت كنت قاعدة بتعملي ايه مع احمد؟ طيب ما انا قلت لهند ان انا كنت بحل مشكلة ما بيني وما بين رؤية، ما كنتش عايزة اخرب لها حياتها. يعني انتي عايزة تقنعيني ان رؤية هي اللي ليها كلام مع البني ادم ده؟ ما تتكلمي يا رؤية. وانا فضلت ساكتة وما قدرتش اتكلم. انت ساكتة ليه يا رؤية؟ خلاص نتصل بجوزك بقى ونشوف الموضوع ده. انا جوزي ملهوش علاقة بالموضوع ده خالص، ومراتك كدابة والكلام ده ما حصلش. والله يا حسين يا ابني انا مش عارفة اقولك ايه، بس اقعد كده واستهدى بالله ونحل الموضوع بالعقل. انهي عقل ده يا حماتي؟ بنتك طالق ومش عايزة اشوف وشها تاني في شقتي. وحسين سابنا ومشي على بره، وهنا قعدت تعيط وقالت: منك لله يا رؤية، انت السبب في خراب بيتي. تصرفاتك الغلط يا هنا هي اللي عملت فيكي كده، انا ماليش دعوة. وانا سبتهم ومشيت على طول. وام هنا رجعت من تفكيرها تاني وبنتها قالت لها: وحياتك عندي يا ماما، زي ما رؤية كانت السبب في طلاقي من جوزي لأكون أنا كمان السبب في طلاقها من جوزها وخراب بيتها. انت ايه يا شيخة؟ شيطانة وماشية على الأرض. منك لله يا شيخة. وفي شقة يحيى أخو محمود، يحيى كان قاعد متضايق جدا وقال: يا ساتر، اخيرا العيال ناموا. حرام عليكي والله اللي انتي عاملاه فيا ده، عاملالي زي الارنبة، سنة ترضعي وسنة تخلفي. حرام عليكي، الخلفة بالعقل مش بالطريقة دي. وانت زعلان كده ليه يا حبيبي؟ طالما فيا صحة اقدر اربي واشيل واخلف بدل العيل 10.
ناوية تغيظي مين المرة دي؟ ما رؤية مشيت من البيت وجابولنا واحدة غيرها. تصدق يا يحيى اكتر حاجة مضايقاني ان اللي اسمها رؤية دي مشيت وسابت البيت. كنت عايزة احط ايدي في ايد البت هنا دي ونوريها النجوم في عز الظهر. حرام عليك يا شيخة، انت ما بتهمديش ابدا. هي كانت رؤية عملت لك ايه؟ ما البت كانت قاعدة في حالها وملهاش علاقة بيكي. اخصى عليك يا يحيى يا حبيبي، معقولة تقولي الكلام ده؟ اعمل لها ايه بقى؟ ما هي كانت شايفة نفسها عليا. وارجع واقول في الاخر العيب مش عليك يا نجوى، العيب عليا انا اللي شلت فوق طاقتي كتير وبقيت شغال 3 شغلانات بره، وبرضه مش مكفي اكل ولا شرب ولا مصاريف. منك لله يا شيخة، تعيش وتشتغل وتجيب فلوس وتصرف على عيالك يا حبيبي، وانا بقى اعيش واكيدك يا رؤية. بس ترجعي البيت ده تاني عشان اعرف اخد حقي منك تالت ومتلت. وعدت شهور ومحمود جوزي اتجوز هنا، وفي يوم كان قاعد عند امه تحت في شقتها وقال لها جرى ايه يا ماما؟ انا وهنا بقالنا كتير متجوزين وبرضه هنا ما حملتش يعني. ده اسم ونصيب يا حبيبي، وبكرة بإذن الله تحمل ونكد العوازل. دلوقتي بقى اسم ونصيب يا ماما، ما كنتش بتقولي كده ايام رؤية ليه؟ صحيح يا واد، هو انت لسه ما تعرفش عنها اي حاجة؟ ولا حتى راحت لابوها ولا مشيت من عنده ولا راحت فين؟ وهنا اللي خرجت من المطبخ وقالت اكيد يا حماتي طبعا راحت لاحمد حبيب القلب القديم. الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده يا هنا، رؤية ست محترمة وعمرها ما تعمل اي حاجة غلط ولا حرام. ضحكتني والله. هي مين دي اللي محترمة؟ انا كنت عارفة ان هي على علاقة باللي اسمه احمد ده. انت عارفة لو عرفت ان الكلام ده كذب ما تعرفيش انا هعمل فيكي ايه يا هنا. هو انت ليه مش مصدق كلامي؟ على فكرة بقى رؤية ما كانتش كويسة زي ما انت فاكرها كده. بقى كده والله لدور عليها واجيبها من تحت تقطيع الارض وما تعرفيش انا ممكن اعمل فيها ايه. وفي الوقت ده ناهد دخلت عليا الأوضة وكانت عمالة تتوجع وقالت رؤية قومي بسرعة يا رؤية، انا شكلي كده بولد ومش قادرة استحمل الوجع. يا حبيبتي يا ناهد لسه بدري على ميعاد الولادة، اكيد دي يعني مش ميعادها. ارجوكي مش وقته الكلام ده يا رؤية، انزلي بسرعة ووقفيلي تاكسي، انا تعبانة قوي. وفعلا اخدت ناهد وجريت على المستشفى على طول لانها كانت تعبانة جدا وولدت. وانا دخلت لها الأوضة وقلت لها حمد لله على سلامتك يا قلبي، جبت ولد زي القمر. اسمعيني كويس يا رؤية الله يخليكي، الورقة دي فيها عنوان اهل جوزي، خد الولد ووديه عندهم. انتي بتقولي كده ليه يا ناهد؟ ان شاء الله هتقومي بألف سلامة ومحدش هيربي ابنك غيرك. انا مش حاسة بكده خالص يا رؤية، انا حاسة ان انا تعبانة قوي لاني عندي مشاكل كتيرة قوي في القلب، والدكتور كان مانعني اصلا ان انا اكون حامل. طيب ليه عملتي في نفسك كده يا ناهد؟ حرام عليكي شبابك يا حبيبتي. مفيش وقت للكلام يا رؤية، خدي الورقة دي وروحي زي ما قلتلك وتليفوني اهو، لما حسام يتصل ابقي قوليله على كل اللي حصل. وبعدها على طول ناهد قابلت وجه رب كريم وانا فضلت اعيط عليها، واخدت الولد ورحت بيت حماتي. وحماتي قالت لي ايه ده وشك ولا وش القمر، اخيرا ظهرتي يا اختي، ايه اللي جابك وفكرك بينا تاني؟ وايه العيل اللي انت شايلاه على ايديكي ده؟ انا اول ما مشيت من هنا يا حماتي عرفت ان انا حامل، وقلت لنفسي مش هرجع تاني لمحمود، بس دلوقتي لازم الولد ده يتكتب باسمه ولازم يتربى ما بينا. ولقيت هنا اللي قربت مني وقالت انتي واحدة كدابة، امشي من هنا وشوفي الواد ده انتي جايباه منين. اخرسي انتي خالص ومش عايزة اسمع لك صوت. تعالي يا حبيبتي ادخلي اقعدي كده يا حبيبتي وارتاحي. اخصى عليكي يا رؤية بقى يا بنتي تقعدي الفترة دي كلها لوحدك وبعيدة عننا. ونزل محمود من فوق وقال انتي كنت فين يا هانم؟ وايه اللي انتي شايلاه على ايديكي ده؟ وقربت منه وقلت له
ده ابنك يا حبيبي. انا قلت لنفسي بعد ما اتجوزت عليا مش هقعد في البيت ده لحظة واحدة، بس برضو مش قادرة اخليك بعيد عن ابنك اكتر من كده. اصيلة وبنت ناس ومتربية يا حبيبتي. تعالي تعالي اقعدي في اوضتي. لا يا حماتي، انا كنت عايزة اطلع على شقتي. بس كده من عينيا الاتنين يا قلبي، هنضفها لك واجهزها لك واطلعك تقعدي فيها انت وابنك على طول. وحماتي خدتني من ايديا ودخلتني على اوضتها على طول، وهنا قربت من محمود وقالت له: محمود ارجوك اوعى تعمل فيا كده، اوعى تسيبني عشان خاطر البت دي. لا، انا لازم اتاكد من حاجه الاول وبعدين نبقى نتكلم يا هنا. وسابها ومشي. وفي الوقت ده انا كنت قاعده في الاوضه ودخلت نجوى عليا وقالت: جرى ايه يا بنتي؟ بقى انتي كنت ماشيه على حل شعرك كل الفتره اللي فاتت دي وجايه دلوقتي بعيل عشان تقعدنا في البيت؟ وحماتي اللي قامت وقالت لها: مالك يا بنتي يا نجوى، والله لو اتكلمت معاها نص كلمة ما تعرفيش انا هعمل فيكي ايه. جرى ايه يا حماتي؟ عشان جابتلك حتة عيل صغير تعملي معايا كده؟ لمي نفسك شوية يا نجوى وياكي تتكلمي معاها نص كلمة، انتي فاهمة ولا لا؟ معلش بقى يا حماتي، اصل انا كان نفسي اكل محشي من ايدين نجوى. اصلك يا نجوى بتعمليه حلو قوي، يعني واحدة لسه قايمة من ولادة عايزة تاكل محشي برضو وتاكل كل اللي نفسها فيها، وانت مالك انتي؟ ونجوى سابتنا وخرجت وهي متغاظة جدا. معلش بقى يا حماتي ما تزعليش مني، الشقة كلها ريحتها تراب، ممكن تخلي هناء تنظف الشقة دي. بس كده من عينيا الاتنين يا حبيبتي، كل اللي تشوفيه انا هنفذه بالحرف الواحد، وهجيبلك الاكل لحد عندك واخليها تنظفلك الشقة دي كلها. وحماتي سابتني وخرجت وانا كنت فرحانة جدا ان ربنا جاب لي حقي من نجوى. وفي الوقت ده قدام شقة ناهد حسام رجع من السفر وكان واقف بيخبط على الباب، والبواب قال: أستاذ حسام ازيك؟ ألف حمد لله على سلامتك، الهانم مش هنا. أمال راحت فين؟ اوعى يكون في حد جه هنا واخدها. لا يا بيه، من كام يوم كده نزلت قدامي وهي بتولد وكان معاها واحدة، ومن ساعتها ما جوش تاني. بتقول ايه؟ ومين الواحدة دي؟ وازاي يا بني ادم انت تخلي اي حد كده يمشي معاها؟ يا بيه دي كانت قاعدة معاها في نفس الشقة فترة طويلة قوي، بس انا معرفش تقرب لها ايه بالظبط. وبعدين اللي ودها بالتاكسي هو عم مختار جارنا، نقدر نعرف هي فين وفي انهي مستشفى بالظبط. طيب يلا بينا بسرعة. وفعلا راحوا على المستشفى على طول وعرفوا كل اللي حصل هناك. وانا في الوقت ده رحت على بيت بابا وفتحت لي حنان اختي وقالت لي: ايه ده؟ ومن امتى يعني؟ وازاي ده حصل؟ يا ريت تخليكي في حالك يا حبيبتي، اوعي كده من قدامي. وانا دخلت على جوه ولقيت بابا قاعد على كرسي متحرك، وجريت عليه وقلت له: ايه ده يا بابا؟ مالك؟ فيك ايه وايه اللي حصل؟ كده برضو يا رؤية يا بنتي؟ معقولة هنت عليكي بالشكل ده طول الفترة اللي فاتت دي؟ ما تسأليش على ابوكي كده خالص. حقك عليا يا بابا، انا اسفة، ما تزعلش مني، بس انا شفتكم جايين عليا في حاجة ما عملتهاش، عشان كده ما قدرتش اجيلكم تاني. جرى ايه يا بابا؟ هو انت ناوي تعدي اللي عملته في ابني ولا ايه؟ انا والله ما هعديه بالسهل كده. وانت يا بنتي يلا اطلعي امشي بره. يا بابا اوعى تصدق حنان في كل اللي هي بتعمله ده، انا ما عملتش اي حاجة في ابنها وربنا شاهد على كلامي. ما بقاش بمزاجه يا حبيبتي، انا خلاص اخدت كل حاجة وبقت الشقة باسمي، وابوكي قاعد عندي ضيف وبس. ازاي جالك قلب تعملي كده في ابوكي؟ حرام عليكي يا شيخة. اسمعي بقى يا حلوة، احسن لك بقى تمشي من هنا بالذوق وملكيش دعوة بينا تاني، فاهمة ولا لا؟ انا همشي دلوقتي يا حنان، بس راجعالك تاني والله ما هسيبك على كل اللي انت عملتيه ببابا. وانا سبتهم ومشيت
ورحت على شقة ناهد على طول، ودخلت أوضة نومها ومسكت صورة ناهد وقلت الله يرحمك يا ناهد، والله هشيل ابنك في عينيا من جوه، انا مش عارفة والله اوصل لجوزك خالص. وفي الوقت ده دخل حسام عليا وقال ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا يا رؤية؟ وانا بصيت له وقلت حسام انت رجعت امتى من السفر؟ انت اللي كنت مع ناهد وهي بتولد مش كده برضو؟ ابني فين؟ انا عايزة اشوف ابني، ارجوك يا حسام والله لرجع لك ابنك لحد عندك، بس سيبني اخد حقي الاول. حقي ايه اللي انت بتتكلمي عنه؟ انا مش فاهم منك اي حاجة، انا هبلغ عنك الشرطة عشان انت سرقتي ابني ومشيتي من المستشفى. انا عارفة ان انا غلطت يا حسام، بس اسمعني الاول، انا ما كنتش هاخد الولد، انا كنت هخليه معايا لحد ما ترجع من السفر مش اكتر يعني، وانا هقولك على كل اللي حصل معايا. وفعلا قعدت معاه وحكيت له على كل اللي حصل، وقال لي وانتي فاكرة بقى ان انتي هتخرجي بالولد تاني؟ لا طبعا، ده ابني، وكفاية ان هو بيفكرني بناهد الله يرحمها. ارجوك يا حسام انت اكيد مش هتعرف تاخد بالك منه خالص، والله هحطه في عينيا من جوه، ربنا بعتهولي في الوقت المناسب عشان اقدر اخد حقي، خليه معايا بس لمدة اسبوع واحد. طيب ممكن تفهميني ازاي جوزك ما شكش ان هو مش ابنه مع انك مشيتي من عنده بقالك فترة طويلة؟ كل اللي يهم محمود جوزي وحماتي ان انا اخلف لهم حتة عيل مش اكتر، ارجوك يا حسام سيبهولي لمدة اسبوع واحد وانا هرجعهولك لحد عندك. وفعلا حسام سابني مشيت بالولد ورحت على بيت حماتي على طول، ولقيت هناء بتقول يا حماتي انا ظهري واجهني قوي، وعلى فكرة انا مش قادرة اخلف زي ما رؤية بقت حمل وخلفت، وانا يا حبيبتي مش عايزة منك خلفة، انا حفيدي جه لحد عندي خلاص، ويلا خلصي اللي وراكي عشان رؤية اتصلت وقالت جاي لنا ضيوف النهاردة. حاضر يا حماتي لما اشوف اخرتها معاها ايه. وبدأت هناء تنظف وتروق الشقة، وانا دخلت وقعدت، وحماتي قالت لي ايه يا حبيبتي اتأخرتي كده ليه؟ هو انت كنت فين صحيح يا رؤية؟ اصل النهاردة ابني حبيبي كان عنده تطعيم وكان لازم اروح اطعمه في المستشفى. طيب يا عين قلب حماتك، انا عامله لك الغدا النهاردة بايديا عشان الضيوف اللي جايلك. تسلم ايديكي يا حبيبتي يا رب. وفجأة الباب خبط، وانا قلت شكل الضيفة جت يا حماتي، بعد اذنك بقى هروح افتح لها الباب. ولما رحت وفتحت الباب كانت هند اخت حسين جوز هناء الاولاني، وقالت ازيك يا رؤية عاملة ايه؟ انا اول ما عرفت ان ربنا كرمك بمولود جديد قلت لازم اجي وباركلك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي يا هند يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيك اتفضلي. ودخلت وقعدت، وحماتي قالت لها نورتنا يا حبيبتي، لما ادخل اشوف الاتنين اللي جوه دول عملوا ايه في الاكل، وخلي هناء تجيبلك حاجة تشربيها. وحماتي راحت على المطبخ على طول، وهناء خرجت من المطبخ، واول ما شافت هند قدامها وقعت الصينية من ايديها. ايه ده هند؟ انت ايه اللي جابك هنا وبتعملي ايه بالظبط؟ مين هناء؟ انا مش فاهمة اي حاجة، هو في ايه بالظبط يا رؤية؟ يا ريت تفهميني. الهانم دي اتجوزت جوزي، وانا عايزاكي دلوقتي تقولي قدامهم كل اللي حصل مع جوزك. معقولة تعمل فيكي انت كده يا رؤية؟ انا عارفة ان هي بني ادمة واطية، بس ما كنتش متخيلة ان هي واطية قوي كده. منك لله يا بعيدة بقى تتجوزي جوز بنت خالتك وتبوظي لها حياتها. وانتي مالك انتي اصلا يا هند؟ وبعدين رؤية دي انا عمري ما اعتبرتها ان هي بنت خالتي ومليش اي صلة بيها بعد كل اللي عملته مع احمد، وانا لبست الليلة كلها بسببها. هو في ايه يا بنات؟ حد يفهمني، انا مش فاهمة حاجة. اخراسك قطع لسانك، هي مين دي اللي كان ليها صلة باحمد؟ الحمد لله تليفونك القديم معايا لحد دلوقتي، وكل كلامك ومحادثتك معاه لسه موجودة على التليفون. ايوه، يعني هي جايباكي لحد هنا عشان تخربي عليا حياتي؟ منك لله انت وهي. عمر رؤية ما كانت وحشة ابدا، وحسين اخويا
كان بيحبك جدا يا هنا، وانت اللي افتريت عليه. وفي الوقت ده محمود دخل وجريت عليه هناء وقالت: الحقني يا محمود، مراتك جاية لحد هنا عشان تخرب علينا حياتنا. اوعي كده، بعيدي عني، انا اتأكدت من كل كلمة قالتها. روحي وانت طالق، انا ندمان اصلا ان انا عرفت واحدة زيك. وهناء فضلت تعيط وخدت بعضها ومشيت على بره. وحماتي قربت من محمود وقالت له: وانا مش عايزاك تزعل نفسك يا حبيبي، والحمد لله ربنا عوضك ومراتك رجعت لك من تاني ومعاها ابنها. مش ابنك يا محمود، انتي بتقولي ايه؟ يعني كلام هناء عليكي كان صحيح في كل كلمة قالتها؟ لا يا حماتي، الولد ده يبقى ابن ناهد زميلتي في الجامعة الله يرحمها، وانا ما كنتش عارفة اخد حقي منكم ابدا غير بالولد ده. وعلى فكرة مشكلة الخلفة منك انت يا محمود، وانا ما كنتش عايزة اقولك عشان ما اجرحش مشاعرك. ومحمود اللي قعد يعيط وقال: عندك حق يا رؤية، انا لسه راجع من عند الدكتور دلوقتي واثبت لي بالتحاليل ان انا ما بخلفش، وانا كان كل خوفي ان انتي تكوني خنتيني. لا ما خنتكش يا محمود، لاني بتقي ربنا وبخاف منه، وانا كده كده مش هعيش معاك بعد كل اللي حصل منك. ارجوك تطلقني دلوقتي حالا. بالله عليك يا رؤية يا بنتي ما تقولي كده، انا السبب في كل اللي حصل ده. ارجوكي سامحيني يا بنتي، يعني انت كل الوقت اللي عدى ده كنتي عارفة ان ابني العيب منه، وكنتي بتستحملي كل الكلام اللي برميه عليكي في الراحة والجاية. ابنك ضيع كل حاجة كانت حلوة ليه جوايا يا حماتي. ارجوك تطلقني يا محمود بدون اي مشاكل. وفي الوقت ده حنان اختي كانت قاعدة مع جوزها في الأوضة، وعلي جوزها قال: خلاص بقى يا حبيبتي، احنا كده اخدنا الشقة، تعالي نودي ابوكي دار مسنين، احنا مش ناقصين وجع دماغ. مش وقته خالص يا حبيبي، البت رؤية رجعت من تاني ومش عارفة ممكن تعمل معايا ايه. والله تعمل اللي تعمله بقى، انا خلاص زهقت. وبص لبنته لقاها نايمة على السرير وقال: ايه ده، هي البت دي عاملة كده ليه؟ صحيح البت دي مالها وشها اصفر كده ليه؟ يا لهوي يا علي، ده البت جسمها متلج، يلا بينا نجري بيها على المستشفى. وفعلا راحوا هما الاتنين بالبنت على المستشفى. واول ما الدكتور خرج قال لهم: البقاء لله يا جماعة، ربنا يصبر قلبكم. لا بنتي انا، طيب ليه؟ هي كانت كويسة وما كانش فيها اي حاجة. وانا رحت على بيت بابا على طول، واول ما دخلت الشقة قلت: ايه ده يا بابا، هو باب الشقة مفتوح كده ليه؟ ومالك قاعد لوحدك كده ليه يا حبيبي؟ ابدا يا بنتي، انا قلقانة على بنت اختك قوي، معرفش ايه اللي حصل لها وخدوها وجريوا بيها على المستشفى. معقولة يا بابا؟ يعني انت قلقانة على بنتها بعد كل اللي عملته فيك؟ البنت ذنبها ايه بس يا بنتي؟ هي ملهاش ذنب في اي حاجة، ربنا يطمن قلبها عليها ان شاء الله. على العموم يا بابا، انا مش عايزاك تزعل نفسك يا حبيبي، كفاية اللي انت فيه. ارجوكي يا رؤية يا بنتي اوعي تزعلي من اللي حصل. والله يا بنتي انا ما كتبتش لاختك الشقة بمزاجي ابدا. مش وقته الكلام ده يا بابا، خلاص اللي حصل حصل. وبعدها على طول عرفنا ان بنت حنان اختي اتوفت، وجت البيت وعملت لها عزا. وتاني يوم راحت جنب بابا وقالت له: حقك عليا يا بابا في كل اللي انا عملته فيك، انا كنت طمعانة والدنيا كانت غراني قوي. يا حبيبتي الفلوس بتتعوض، انما البني ادمين لا، وبلاش نجري على الفلوس عشان حاجة ملهاش اي لازمة. عندك حق يا بابا في كل كلمة، واذا كان على شقتك انا هرجعها لك من تاني. وعلي اللي قعد يزعق فيها وقال: ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا حنان؟ انت لو عملتي كده لا طلقك دلوقتي حالا. طلقني يا علي، وانا مش عايزه اعيش معاك تاني، انا هفضل خدامه تحت رجل ابويا، وانا غلطانه اني سمعت كلامك. بسبب اللي انا عملته بنتي راحت مني. وعلي سابنا ومشي، ولقيت حنان قربت مني وقالت لي: وانتي كمان يا رؤية ما تزعليش مني يا حبيبتي في كل اللي عملته معاكي. مش زعلانة منك يا حنان، وربنا يصبر قلبك على فراق بنتك يا حبيبتي.
وعدت الأيام وأنا اتطلقت من محمود وعشت في بيت أبويا وفضلت أربي ابن ناهد صاحبتي. أما بقى حسام طلب مني إن هو يتجوزني وأنا وافقت عليه على طول، لأني كنت اتعلقت بالولد جدا وربنا عوضني عن كل اللي شفته في حياتي. أما بقى محمود بعد كل اللي حصل ده نفسيته بقت وحشة جدا وفضل حابس نفسه في أوضته وما بيخرجش منها أبدا. ونجوى سابت البيت ومشيت هي وجوزها وعيالها، لأن حمل البيت كله بقى على دماغها وهي اللي كانت بتخدمهم كلهم. وبعد فترة من جوازي من حسام بقيت حامل، بس قلت لنفسي ابن ناهد هيكون في عيوني من جوه وعمري ما هتغير معاه أبدا. وكده حكايتنا انتهت. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات إيمي، والسلام عليكم ورحمة الله.